قدم على النادي المصري البورسعيدي بحرمان فريقه الأول من المشاركة في أنشطة الاتحاد لمدة موسمين، وحظر إقامة مباريات في استاد بورسعيد لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية أحداث مباراة المصري والأهلي والتي شهدت أعمال عنف راح ضحيتها أكثر من 70 شخصا. كان الاتحاد قد أعلن الليلة بموقعه الرسمي على الإنترنت أن العقوبة على المصري لا تشمل فرق الناشئين، ويحق للنادي العودة للمشاركة في الدوري الممتاز في موسم 2013 و2014 وللوقوف على ردود الأفعال بشأن هذا القرار. معنا عبر الهاتف الصحفي أحمد الجمال من بورسعيد. أحمد، صف لنا الأحداث أو ماذا حدث في بورسعيد من ألتراس النادي المصري على خلفية قرار اتحاد الكرة بحرمان النادي البورسعيدي من أي أنشطة لمدة موسمين. نعم أحمد، عقب صدور القرار تجمهر أكثر من 3000 من جماهير النادي المصري والتراس النادي المصري أمام البوابة الرئيسية لنادي استاد بورسعيد، وقطعوا الطريق تماما، تسبب في أزمة مرورية طاحنة، وأشعل البعض النيران في بعض الأحياء وقطعوا بها الطريق المؤدي إلى مستشفى التضامن ونادي بورسعيد. وتقدم أكثر وزاد العدد، يصل الآن إلى 4000، أكثر من 4000 شخص، وانطلقوا في مسيرة حاشدة بداية من مستشفى آل سليمان أمام النادي المصري بشارع الثلاثيني، وهو الشارع الأهم للتجارة في بورسعيد. انطلقوا فيها ووصلوا الآن حتى تقاطع شارعي محمد علي والثلاثيني، وأغلقت المحال التجارية كلها أبوابها خوفا من التظاهر. وقال بعض الجماهير النادي المصري انهم سيستمرون في اعتراضهم واعتصامهم حتى الرجوع عن هذه القرارات. وفي اول رد فعل على احمد، ردود افعال الجهات الامنيه على احداث قطع الطريق من قبل التراس النادي المصري، ماذا فعلوا؟ لم يتواجد اي من الجهات الامنيه سواء من الشرطه او الجيش في المكان حتى غادر الجماهير المكان، وانطلقوا في المسيرة الحاشدة في شارع الثلاثيني، وهم الآن يتوجهون إلى ميدان المنشية أو إلى ميدان الشهداء، أي من الطريقين سيقفوا فيه. أحمد، أيضا أود أن أقول لك أنه على مستوى نواب بورسعيد فقد عقدوا اجتماعا عاجلا الآن، وأصدروا قرارا ضم طلب إحاطة عاجل لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للرياضة. الثاني قضية في إقامة دعوة قضائية في المحكمة الرياضية أو تضمن سريع. 3 شكوى للجيزة. 4 المطالبة العاجلة بعودة مجلس إدارة النادي المصري. الطلب الخامس هو التنسيق مع باقي الأندية المتعاونة مع النادي المصري لرفض القرار. أود أن أقول لك أيضا أحمد أن الأمور تأخذ طريقها إلى التصاعد، والآن الحقيقة هذا هو السؤال الذي كنت سأسأله لك أحمد لو سمحت. يعني هل تتوقع حدوث أي تصعيد من قبل التراس النادي المصري على خلفية هذه العقوبات؟ نعم أحمد، هم قالوا أنهم سيصعدون الموقف ولن يتراجعوا عن الاستمرار في احتجاجهم ومسيرتهم الحاشدة حتى أشكال التصعيد. أحمد، أشكال التصعيد، حدثني عن أشكال التصعيد. أشكال التصعيد اليوم حدث تصعيد قبل صدور القرار، واتجه التراس النادي المصري وبعض من جماهير النادي المصري إلى منطقة المعديات بالمجرى الملاحي، وبالفعل تم توقف حركة المعديات لمدة 30 دقيقة، ثم اتجهوا بعد ذلك وتجمهروا أمام قبة قناة السويس. والآن وحتى الآن نحن معهم في المسيرة الحاشدة في التقاطع العام في بورسعيد، وهو تقاطع شارعي الثلاثيني ومحمد علي، ونراقب التصعيد معا على مدار. شكرا جزيلا. الصحفي أحمد الجمال كان معنا من محافظة بورسعيد للتعليق على صدور قرارات من اتحاد الكرة المصري. قدم على النادي المصري